احد المتطوعين متطوع هو في انوار رساله في فرع مصر الجديد. كان خارج الصوت يا جماعه ساعدوني. كان خارج من رساله مصر الجديده وكان لابس تيشيرت رساله. وبعدين ركب ميكروباص ويظهر بيته في المطريه او جنبها. المهم ركب ميكروباص رايح المطريه. فالميكروباص وهو داخل على المطريه خبط حد وخبطه جامده، والشاب ده اللي اتخبط وقع بين الحياه والموت. فالناس نزلت في الميكروباص، في واحد بينزف، الناس اتلمت سابوا المصاب نازلين ضرب في السواق. الناس بتطلع طاقه الغضب عندها فين؟ ما حدش بيساعد المصاب. تعرف في مصر الناس بتخاف لو حد مصاب في الشارع، الناس بتخاف منه، بتخاف توديه المستشفى، بيحصل مشاكل. الناس للاسف في مصر بتخاف انها تساعد المصاب. فهم غضبانين من السواق، كان ماشي بسرعه يظهر، حاسين ان هو غلطان، نازلين ضرب في السواق. في واحد بيموت. مين اللي اهتم بالمصاب؟ ابننا بتاع الرساله ده. بيقول لي احساس ان انا لابس تيشيرت رساله ده حسسني ما ينفعش ابدا اسيب المصاب ده، ما ينفعش اشارك زيهم عمالين نضرب في السواق وسايبين حد بيموت. قعدت اتحايل عليهم بطلوا ضرب في السواق، ساعدوني ننقذ البتاع. الناس بقى خايفين قلقانين، يا جماعه ساعدوني، وقفوا لي اي عربيه، لا نتصل بالاسعاف. يا عم انا لسه هستنى الاسعاف، وقفوا لي عربيه دلوقتي نوصله مستشفى. قعد يتحايل على الناس وهو بيشيله بس مش عارف يشيله لوحده. وقفوا لي طب تاكسي، عربيه، عرفوا في الاخر وقفوا له تاكسي. رضوا يوصلوا المستشفى، شالوا هو شاله، دخل بيه التاكسي ووداه المستشفى، ودخل بيه المستشفى وفضل معاه لحد ما اهله جم وحاجات كده. المهم انا حكيت القصه دي، هو المتطوع ده حكاها لي من 5 6 سنين، وانا حكيتها في احد حفلات رساله هنا في المسرح ده من حوالي 5 سنين. بحكي ان الاحساس ان اللي بيلبس تيشيرت رساله بيحس انه مسؤول عن الدنيا كلها. فيقول انا عشان لابس تيشيرت رساله حسيت ان انا مسؤوليتي انا دونا عن الزحمه دي والتصرفات الغريبه اللي الناس بتعملها، ان ده انا المسؤول انقذ المصاب ده. المهم بقى انا قلت القصه دي في حفله هنا في المسرح. الحفله دي كانت احد الانشطه. الحفله دي بيدعوا للمتطوعين وقرايبهم منهم. جت حد حضر الحفله، الست دي هي بتيجي رساله وعارفه المتطوعين بتوع النشاط. المهم هي جت مع ابنها عنده 8 سنين. جت الحفله لقيتهم بيجوا الحفله كلهم لابسين تيشيرت رساله. فالولد ابنها جاي من غير تيشيرت، فاشتريت له تيشيرت هنا قدام المدرسه تحت. اشتريت له تيشيرت عشان يلبسها في المسرح يبقى زي الناس، يعني هو لابس تيشيرت رساله زي المتطوعين. فاشتريت التيشيرت ولبس التيشيرت وحضر الحفله. وانا في الحفله قلت الكلمه دي، قلت القصه بتاعت ابننا المتطوع اللي انقذ المصاب ده وحس بالمسؤوليه عشان لابس تيشيرت رساله. المهم الحفله خلصت، الست ماشيه مع ابنها، هو لابس التيشيرت فوق الهدوم، هو مش جاي من البيت بالتيشيرت، هي اشتريتها له هنا لبستها له فوق هدومه. فوهي راجعه معاه بتقول له اقلع التيشيرت بقى، ما يعني مش مكانها في الشارع اللي انت مش لابسها، يعني انت لابسها فوق الهدوم. فتقول له اقلع التيشيرت، قال لها لا ما اقدرش. قالت له ليه؟ قال لها في حد مصاب في الشارع دلوقتي، مين اللي هينقذه؟ انت فهمت المعنى ده؟ انت عارف ان الولد ده فهمها يمكن احسن مننا. والله هو فهمها صح. انت عارف ان هو اللي فهمها صح بقى. هو مين اللي هينقذ المصابين في الشارع لو مش انتوا؟ انا هنا بكلمكم انتوا بقى، الناس القديمه في رساله اللي عارفه يعني ايه رساله. من للمصابين في الشارع؟ مين اللي هيقف جنب حد اتسرق في الشارع ويرجعه لحد البيت؟ مين اللي بيقف جنب طفل مش لاقي امه سابته 5 دقايق؟ مين اللي هيقف جنبه عشان ما يعرفش ال5 دقايق دول؟ مين اللي هيساعد اي محتاج في الدنيا؟ من للمحتاجين، من للغلابه، مين في ظهر اي انسان محتاج اي سند؟ مين لدول اذا ما كانش انتوا؟ فاستمراركم ده معناه استمرار رساله، معناه استمرار هذا المعنى في مصر. ارجوكم حافظوا على رساله عشان يستمر المعنى ده.